كريمة من الزبادي. بصوا الثبات، هنحضر مع بعض زبادي خطير جدا، طعمه كريمة من الزبادي. انتوا بتاكلوا قشطة، بتاكلوا سمنة بلدي من الزبادي. لو جربتوا الزبادي على طريقتي مش هتشتروه من بره تاني، سواء في رمضان او في الايام العادية. كل اللي هنحتاجه علبة من الزبادي، ولازم نقلب الزبادي كويس جدا بحيث ان هو يكون كريمي معانا. افضيه في كوباية او في طبق عشان نعرف نقلبه كويس، والخطوة دي هتغنيك ان انت تقلبي كتير او تستخدمي هاند بلندر او خلاط. معانا كيلو لبن، واللبن يكون بخيره، يعني عليه وش القشطة بتاعه، يعني يكون كامل الدسم. هحط معلقه سكر، طبعا ده اختياري، الناس اللي بيحبوا الحاجه دلع بيستغنوا عن الخطوه دي. والسر هنا معانا اللي هيخلي الزبادي متماسك وطعمه تحفه، اللبن البودر بيخلي الزبادي يكون متماسك معاكي. الكيلو بيحتاج معلقه كبيره هرميه، وكمان بيخلي طعمه يكون احلى، تحسوا كده ان انتوا بتاكلوا حاجه فعلا بخيرها، تحسوا ان انتوا بتاكلوا كريمه من الزبادي. نقلب بقى كده كويس جدا، نمزج كل المكونات مع بعض. الخطوة اللي استخدمناها في الاول اللي هو قلبنا الزبادي دي سهلت علينا كتير جدا. الزبادي مش مخرص خالص معانا، المكونات كلها زي ما انتم شايفين معايا، تحسوا ان هي كريمة كده. هاخد بقى الخليط كله واحطه على رتل اللبن ونقلبهم كويس جدا مع بعض. وانا هستخدم النهارده الجهاز بتاع الزبادي، لو مش موجود عندكم تقدروا تستخدموا اي كوبايات ازاز تحطوها في صينيه ألمونيا، وتحطوا في الصينيه الألمونيا ديت الكوبايات، وتحطوا ميه مغليه وتضيفوا معلقه خل على الميه عشان الصينيه ما تزرقش معاكم. وبس كده بتضيفوا الفرن وتسيبوه تاني يوم بيتمسك وبيبقى حلو. اما الجهاز احنا بنرص الكوبايات زي ما احنا مش شايفين كده، وبنغطي الجهاز ونشغل الفيشة او نشغل الجهاز من الزرار بتاعه. وبعد كده بنسيبه 4 أو 5 ساعات لحد ما يتماسك معاكم. ممكن يتماسك على 3 أو 4 ساعات على حسب نوع الجهاز المستخدم. بعد ما الزبادي ما بيطلع من الجهاز بنسيبه في التلاجة ساعة أو ساعتين، وبعد كده يتاكل، وبيبقى زي ما انتم شايفين معايا كده متماسك جدا وطعمه بجد خطير. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والتعليق والشير، وانتظروني في فيديو تاني